سيداتي سادتي، موضوع اليوم يتعلق بنظام قيس سعيد الذي يعادي المغرب ويتخندق إلى جانب العسكر. قيس سعيد ينبغي عليه أن يستحضر صور الدعم المغربي. أولا في عهد الحسن الثاني أيام زحف هويرو مدين والرئيس المخلوع والمقتول القذافي، والهجوم على ليبيا وبالضبط في كبسة، واستنجاد وإعدام 50 تونسي، واستنجاد بورقيبة بالحسن الثاني الذي خاطبه قائلا: ابني إنني أحتاجك، تونس في خطر. فخاطبه الحسن الثاني: إني آت بدون شروط، ولبى طلبه، وكانت المساندة المغربية بدون شروط. ثانيا الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لتونس أيام الربيع العربي، وأيام كانت تعيش تونس أيام الشتات، ورأينا العاهل المغربي يتجول بكل أريحية وبكل هدوء. رسالة بعثها للعالم أن تونس ليست في خطر، وأن السياحة فيها لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو موضوع تهديد. إذن على الرئيس قيس سعيد ألا ينسى هذه الواقعة ويتحول لخادم مطيع للعسكر الذي دجنه أحسن تدجين. وكما يقول المثل: القط ما يحب إلا خناقه.